المباراة كارثية تحكيميا وفجر تحكيمي ظاهر أمام الكاميرات وأمام 100 مليون مصري. الكورة دي تحسب ببلانتي وهمي من خيال حكم الساحة وحكم الفار. الكورة دي اتحسبت اوفسايد زي ما واضح في الصورة. الكورة سابقة مدافع بتروجيت، حكم الفار بيعمل خطوط الاوفسايد على مدافع بتروجيت بدل ما يعملها على الكورة اللي سابقة مدافع بتروجيت ومغطية الاوفسايد. ده غير بقى ركلة الجزاء اللي قعد يراجع فيها الحكم 10 دقايق كاملة متكاملة عشان يحسب ضربة جزاء من خياله ومن خيال حكم الفار. 10 دقايق من الشوط الثاني، غير مراجعة أهداف النادي المصري اللي قعدوا يراجعوها بالتفصيل عشان يلاقوا لهم أي غلطة وفي الآخر حسبوها رغما عن أنفهم، غير التغييرات اللي أخدت على الأقل 3 دقايق وقت بدل ضايع، غير كورتين الهدف اللي قعد يراجع فيهم على الأقل 3 دقايق كمان. يعني 16 دقيقة وقت بدل ضايع وتكملة الفجر حسب 10 دقايق بس، المفروض 16 دقيقة. المباراة هتفضل وصمة عار على التحكيم المصري وعلى الكرة المصرية في العموم.